حسب الله اخر واحد من الناس شنقول لك كاين القراصنه كيدير هذا اللي دير السوريا سينا وين ديرو تي غراسين بيان تاع الوالد درني بيان ديال كاع رئيس تحية بالألوان من مدير الديوان. مرحبا. السيدة الأولى مستشارة الخاصة مدير التشريفات. أشلبا الآخر رئيس الولاية تاع البلد تاع الولاية. سعيد. أنا ميه تعرفني يا؟ دهماني تقول لي دهموني دهموني. مرحبا تفضلوا. بسم الله تفضلوا تفضلوا. تفضل يا الاخ. اسمع قولوا عليا قولوا قولوا ما تقلقش. قعدوا الخوات. لا 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 تفضلوا. تفضل. الحاجة الأولى سيد الوالي نعطيوك حبة تمر عربون محبة ومودة تاع استقبال العمارة، تفضل. تفضل تفضل. يعني قعد يعطيكم الصحة يا الولاية كي جيتوا زرتونا. أنا مانيش يعني رايح. صافي مدة تفضل الولاية. أنا مانيش رايح ناخذ وقت كبير باش نرحب بالمجلس تاعي لأني أنا رجل تاع ميدان. وكون فو سافي نوتر بروغرام et notre mandat est restreint. Alors, pour cela, on va entamer un programme ultra violé. احنا لازمنا نبنيو ومادام راه كلش مبني وما كاش العقار. المشروع الاول اللي رايحين نديروه احنا هو الهدم. واول حاجه رايحين نهدموها هي العماره. الاخ اسمح لي عم الولايه يعني تديرني كسر باش تديرني بني. لانه المساحه اللي راح نستغلوها من بعد التهديم راح تسمح لنا باش ننتجوا اكثر من عماره او اثنين. سيد الوالي من بعد كي تبني ما تبقاش باسم الاخضر ولي باسم الدهماني. هذا شيء واضح ورايحين نهضروا في المداولات اللي جايين. قرار الهدم واجد؟ الهدم واجد. قرار يعني هكا برك من الولايه. دير لي الاستدعاء لصاحب العماره. دابا نكونوا قانونيين، احنا لازم تعلم المواطن انك رايح تهدم له هكذا باش ما يكونش قرار تعسفي. بما انك خوه المقرب منه تتشرف وتروح تجيبوه في الحين. هاي الهضره. نجيبو في الحين هذاك راه زاسكرو. اسكرو. ايوا. امك زاسكرو. زاسكرو. ماني جاي. اسمح لي برك عمي الولايه يعني شوفي برك دير لي الامضاء الورق الابيض هدم. حرز الفاظك انت، حرز الفاظك، راك في المجلس ولا في المعارضه؟ خلينا نخدموا صاحبي. يعني كي ندير لك ديكسيونير بور سافوار جيري. هاو علاه ما تقدروش تقول تولوا ولات؟ لانه المخ اللي راه في راسي مش في راسك، انا نشوف بعيد. تراك غير هنا عند رجليك، انا على بالي ورانا رايحين في السياسه تاعنا هذه. انا عندي خدمه جيت على جالها وبيان ديتيرميني وروح نشوف بروجي اخر. عنده الحق عمي الولايه. السلام عليكم. سيد الوالي الشيخ قال لك طلع لي. انا نطلع لي. ما على باليش هو اللي قال لك. هيا قال خير. عمي الولايه هذا تحت قدر هذا. اطلع لي هنا وعلى بالي بلي يهبط. اصبر عليا. عندك الحق، عندك الحق، ما تجيبها غير نساها صح. اسمع هذا راه يقول داير راسو براسي، راني نشوف فيها انا عمي ديرني كما يقولوا بالعربيه تاعكم تغنن تفرنن تغنن. شنو كنجيبوا المراوه هذه نتاع بيقول والو راك حاكم يعني منصب لا يشرف. والحاله سيد الوالي. والحاله سيد دوك لازم يولي سعيد. ها؟ لازم سعيد يجي باش نطعنا. اسمع اسمحوني يا جماعه يعني عدم الاحترام هذا بالك لو كان ماشي شويه برك كنت نحكموك كنت راح نواسيه ابري ندي واسيه. دوك نوريكم الحكمه كيفاش الانسان يسير المناصب العليا. او قادر انا ندير واش نحب، ولكن الذكاء السياسي يقول انه نزولا عند رغبه القانون انا اللي رايح نروح ليه. نعم ماهوش تواضع لا تدخلش في التواضع، هذا يدخل في المهام تاعنا لان احنا لازمنا تحسيس نسمعوا المواطن واش راح يصرى له. تحسيس. الوالي يصعد للشعب. مركز الزمان والمكان والدقيق. الوالي يسعد. حوش عليا انا رايح. عمي الوالي نجي معاك. لا كي تقول الوالي راجل الوالي هذا. بابا
وانني خايف. شكون هذا؟ واش هذا؟ وراها. واش سيدي محمد؟ واش انت مواطن؟ مواطن بعث لك السلطات ما تهبطش، بعثنا لك المستشارين ما تهبطش، واش يا خويا؟ صاي وليت والي وتكسل عليا وتبعث لي في العباد وامر بالتهديم وكذا. خذ الراي ولم قزادرك وشلم حوايجك وتكل على ربي. معليش يا سيدي الولي الكبير اللي راك تحسب في روحك والي، والله الله جلالتك نورمالمون تخدم في خدمتك، كون عطى ربي راك تخدم في الطرقات، راك دير في المدارس، راك دير في امورات، ماكش كي طلعت والي بان لك الحاج الاخضر جاي دير في الثار انت هنايا، صاي طلعت انت، دوك وليت والي تكسر على الناس، سما اي واحد مسؤول يرجع مسؤول يولي يحكم شكون يفونجي فيه، شكون يحطمه، روح تخدم على روحك، خدم الولايه تاعك. يا مواطن احنا راهي خدمتنا اننا نسرشوا لكم وحالين المكاتب تاعنا باش تجيو انتم تحكيوا الانشغالات تاعكم، رانا جيناكم حتى للدار، وهذه في حد ذاتها راهي جنحه يعاقب عليها القانون. خرج من داري ديجا، راك هنا ديجا داير مخالفه، مشي ليه انت برك ما تكسر عليا كي سلانقو، روح جبد لي ضلعه. معليش روح تلعب على روحك لهيه. انت البارح هنا انت تاكل لي تكسر عليا وجبد لي ضلوعك والله. هذا خدام برك الحاج. روح تفضل الله يسترك سيد الولي. اخر كلام عندك. احترام للولايه باش ما نديرلكش حاجه ماشي مليحه تكسر، انا ما نهبش ليك وتكسر، هذه كلمتي الاخيره. روح كسر روحك روح. واش راك تسنى انت؟ ادي الامانه تاعك اديها. روح. اش فهمني؟ روح كسر روحك روح. اسبق. اذا هم يغربلوا عليه اللبن هذا.